السلام عليكم، عاملين إيه يا جماعة؟ هو احنا ليه بجد مش بندي لكل حاجة حقها؟ يعني مش بندي لكل حق حقه. آه لمجرد اللي في حد قال الكلام ده. فهو عرف يرتبه صح، عرف يوصله صح. فده برضو يعني سداد من عند ربنا سدد له القول. بس هتقولي طب انت بتقول كده ليه؟ هقولك الكلام دوت على حياة عين دكتور ضياء. والله العظيم ربي يشهد، لما تابعته كلامه كويس عجبني، لان انا كنت ميال له من قبليها عشان قريت السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولقيت كل الكلام اللي بيقوله 90% من السنة، الا بس الحاجات اللي جدد، يعني هو التطورات اللي جدد. فوالله العظيم كان في حياة عينه كنت اكتب له تحت اقول له طب ما تقول اللي هي سنة. طيب انت ليه ما بتحمدش ربنا على العلم اللي انت وصلت له؟ حسيت في سنة اللي هو الانا شوية دي. انا اكتشفت، انا عملت، انا فانا من كتر ما انا فهمته وخايف عليه، فبقول له اذكر بس، اذكر نعمة الله عليك. بس لما جيت اشوف بقى بعد ما توفى في فيديوهات كتير طلعت مع انكم كنت عايزين تمحوها بس طلعت ما شاء الله. لا لقيته اللي هو بيقول الحمد لله وفضل الله. بس في بثوث مباشرة الناس بتعمله ستريس جامد، زي مثلا حوار السجاير السجاير. هو عصبي، هو من النوع اللي هو عصبي. هو مش عصبي عشان مثلا بياكل ولا هو عصبي من الاسترس اللي عليه. يعني واحد الله يكون في عونه داخل قدام محتاج، فالله يرحمه بجد. بس ندوا كل حاجة حقها. دكتور ضياء الله يرحمه انذار جميل لينا. ما تسيبوش سنة النبي. بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، بيصلي ازاي، بيصحى امتى. والله العظيم 3، والله العظيم 3 ما هتخسر يلا هتتبع سنته وتتدبر القرآن الكريم بتاعك من الآخر. السلام عليكم. لو وصلت لهنا برنس، شوف الفيديو اللي قبليه، هتشبك الدنيا ببعض وبدعي لنا دعوة حلوة. السلام عليكم.